هنعمل النهاردة الكنافة بالمهلبية، طريقة سهلة جدا وبسيطة. الكنافة احنا مش بنعملها بس في رمضان، لا بنعملها في اي يوم عادي. اول حاجة انا جبت نص كيلو من الكنافة، حطيته في الفريزر، بعد كده طلعته. هبتدي ان انا افركه زي ما انت شايفة في الفيديو كده، او ممكن تحطيه في الكبة، بس كانت سهلة بالنسبة لي عشان كنت حطاها في الفريزر. بعد كده هحط على النص كيلو نص كوباية من السكر البودر. هبتدي ان انا احاول ان انا ادخل السكر البودر جوه الكنافة كلها لحد ما احس ان كلها اتغلفت بالسكر البودرة. وبعد كده هكون مسيحة نص كوباية برضو من السمنة او من الزبدة، وهغلف برضو الكنافة كلها. لازم اشربها كلها من السمنة عشان احس بطعمها بعد ما اكل، بعد ما تستوي وانا باكلها احس بطعم السمنة فيها. طبعا انا فرشة مفرش عشان ما بهدلش الدنيا، واخلص والمه وارميه على طول. انا غلفت كده كل الكمية، وهحط صينية هحط فيها من تحت معلقتين من السمنة، وهبتدي ان انا افرد اول طبقة. بقسم بقى الكنافة لجزئين، اول طبقة هحطها تحت، واهم حاجة هقفلها كويس جدا من الحواف بتاعة الصينية، ولازم ادوس عليها كويس قوي. دي اول طبقة من تحت. اظن ان الفيديو موضح كل حاجة. هدوس عليها كويس قوي، وهحاول اعمل لها حواف في الصينية عشان لما اجي احط المهلبية ما تخرجش مني بره وتتحرق. هطلع كده حواف صغيرة على الصينية من بره. بصي، حتى انا بعملها بصباعي كده، بطلع الحواف عشان المهلبية ما تخرجش مني بره. حتى لو عايزة تعمليها مكسرات تعمليها سادة، تعملي برضو الحواف دي لو هتحشيها مكسرات. بدوس عليها كويس جدا بقى. وبعد كده نعمل بقى طبقة المهلبية. اول حاجة انا هحط كوبايتين من الحليب، هحط عليهم معلقتين من النشا، وهحط عليهم معلقة سكر واحدة. هقلب كل الحاجات دي على البارد الاول، بعد كده هطلع بيهم على النار. ما ينفعش تحطي الحاجات دي يكون الحليب سخن، هيكلكع منك كله. نقلب كل حاجة على البارد، وبعد كده هنحط على النار. وحطي بقى رشة فانيليا، ولو عندك كمان كريم شانتيه ممكن تحطي معلقة. انا ما كانش متوفر عندي، بس هي دي اصلا القشطة اللي بتتحط جوه الكنافة. اول ما القوام وصل معايا كده، انا قفلت النار عليها وهسيبها على جنب لحد ما تبرد خالص. اهم حاجة غطي وشها باي كيس بلاستيك. بعد كده هنزل بيها بعد ما بردت، هنا كانت باردة معايا خالص. هنزل بيها بقى على الجزء الاولاني، اسويها في الصينية كويس. وانا طبعا عاملة الحواف في الصينية فمش تخرج مني ولا هتنزل تحت في الصينية. الجزء الباقي عندي من الكنافة هبتدي ان انا احطه على الوش، بس مش هضغط عليها بصينية ولا باي حاجة، مش زي الكنافة اللي احنا بنعملها تكون سادة بنضغطها جامد بحلة او بصينية. لا، احنا هنحط الباقي على الوش. اهم حاجة تقسمي النص كيلو بالتساوي، تحاولي ان انت تقسميه بالتساوي. هحط على الوش بقى لحد ما اغطي كل طبقة المهلبية، وفي الاخر هدوس عليها بالراحة قوي. انا في الخطوة دي كنت حاطة العسل على النار بعمله، ومشغلة الفرن على درجة حرارة 180. بصي انا بدوس عليها بالراحة. الشربات معايا بتاع الكنافة كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، وبحطهم على النار عليهم عصرة ليمونة ومعلقة فانيليا، بس كده. بسيبه 10 دقايق على النار، وبعد كده بسيبه لحد ما يبرد خالص. هكتب لك برضو المقادير كاملة تحت الفيديو. وهنا كنت خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه، وكان الشربات خلاص هدي. هسقيها وهسيبها شوية بس لحد ما تشرب العسل، وبعد كده بقدمها. بجد كان طعمها حلو قوي، طريقتها سهلة وبسيطة. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.